السلام عليكم. دي شقة 150 متر. تمام. أول دور، أول بلكونة من شارع الجيش، البوابة الرابعة، آخر بوابة حدائق الأهرام. تمام. دي عرضها للإيجار 25 في الشهر. وللتمليك برضو اللي حابب، عرضها للتمليك فاضية ب1,800,000. تمام. طبعا أنا لسه مشتريها من حوالي 7 شهور. خدتها شغل تجاري وانا اللي عملتها، نزلت كل حاجة وعملت كل حاجة فيها من اول وجديد. صرفت عليها كويس يعني. طبعا انا كنت واخداها شغل تجاري، ده انا عملت فيها باركيه. اوكي. ودهانات احسن حاجة. عملت القصف كلها جبسن بورد، حتى الحمام والمطبخ كلها. تمام. وده المطبخ. طبعا اسست كهرباء من اول وجديد، واسست ميه سباكه من اول وجديد. عملت كل حاجه لان انا كنت عايش فيها يعني. ده بالنسبه للتمليك. اما الايجار فبرضو الفرش بتاعها لسه جديد، لسه بورقه ولسه جديد، الاجهزه جديده والفرش جديد برضو. اوكي. لسه كل حاجه بورقها. طبعا مفيش فصال. تمليك 1,800,000 مفيش كلام. وللإيجار 1,000,000، للإيجار 25,000 برضو مفيش فصال. تمام. كل ده أنا اللي عاملاه، أنا واخداها شغل تجاري، ما كانش فيه الكلام ده كله. كله ده رخام طبعا من عند محجوب، الكلام ده كله. طبعا الشغل اللي أنا عاملاه شغل فيلل أصلا. ودي اوضه النوم. دي اوضه النوم. وده الشباك. على فكره انا عامله احسن نوع المونتال موجود في السوق، احسن حاجه يعني، احسن نوع انا جايباه. ومقفله الشقه كلها بالتندات زي كده، مش عارفه واضح ولا لا، بس الشقه كلها الشبابيك كلها متقفله بالتندات، عشان احنا اول دور، اول بلكونه. طبعا اوضه النوم دي على الشارع برضو، هي والبلكونه. وباقي الاوض الشبابيك بتاعتها على ارض ورانا، ارض ورانا فاضيه. برضو اللي معاه عربيه وحابب يركنها في مكان واسع ورا. ودي اوضه نوم برضو، بس دي فاضيه مش مفروشه. طبعا هتلاقي مؤسسه في كل اوضه متأسس فيها مكان للتليفون، ومكان برضو للشاشة. كل أوضة فيها مكان للشاشة. أنا برضو اللي مؤسسة الكهرباء، جايبة كل حاجة من أول وجديد. ودي أوضة نوم برضو فاضية كده، في أوضتين فاضيين بس، وأوضة نوم بس هي اللي مفروشة.
تمام. كل حاجة فيها جديدة.